أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، ولكم أبرز عنوانها: هبوط اضطراري لطائرة مغربية يعيدها إلى المطار. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. أفادت مصادر مهنية بأن انخفاض الضغط داخل طائرة التابعة لأسطول شركة الخطوط الملكية المغربية تؤمن رحلة بين الدار البيضاء وروما عجل برجوعها إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بعد وقت قصير من مغادرة الميناء الجوي نفسه. وأضاف المصدر ذاته بأن الطيار الرحلة اتخذ قرار النزول بالمركبة إلى مستوى منخفض في الأجواء، وبعدها تلقى الإذن بتنفيذ هبوط اضطراري في المطار الكائن ضواحي مدينة الدار البيضاء. إلى هنا ينتهي الخبر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في خبر قادم بحول الله.